وانت جاي من كوبري الجامعة ورايح على القصر العيني هتعدي على قصر كبير على اليمين. القصر ده اتبنى لهدف واحد، وهو ان يكون مقر للحكم. صاحبه الامير محمد علي توفيق، الملك اللي عمره ما بقى ملك. حاول يوصل للحكم 4 مرات وكل مرة يفشل. اتولد محمد علي توفيق سنة 1875 وتعلم في مدرسة الأنجال، وبعد كده سافر عشان يكمل تعليمه في سويسرا والنمسا. رجع مصر بعد وفاة والده الخديوي توفيق، وكان دايما شايف نفسه الأحق بالحكم، لكن رغم قرابته من الحكم عمره ما قدر يوصل للعرش. ليه؟ لأنه دايما كان بيدور على دعم الإنجليز، فاكر إنهم المفتاح اللي هيفتح له باب الملك، بس الحقيقة الإنجليز نفسهم عمرهم ما ادوله المفتاح ده. في عز أزمة ثورة البراق سنة 1929 السفير البريطاني في تركيا جون كليرك فجأة استلم رسالة غريبة من الأمير، قال له فيها إنه درس الموضوع كويس والمشكلة ممكن تتحل بالفلوس، واقترح إن العرب يدفع لهم 100,000 جنيه استرليني مقابل التنازل عن أرضهم المقدسة. أنت متخيل؟ وقال كمان أنتوا جمعتوا 240,000 في زيورخ، يبقى إيه المشكلة؟ لكن بريطانيا ردت عليه وقالت له إن الحكاية مش قصة فلوس، دي قضية هوية وكرامة. الأمير يسكت على كده؟ لا طبعا. بعد وفاة الملك فؤاد ومحمد علي بقى عضو في مجلس الوصاية على العرش، رجع حلم الحكم تاني، خصوصا إن فاروق كان لسه قاصر. وفي سنة 1937 قدم مشروع لبريطانيا وقال فيه نعمل إمبراطورية عربية من سوريا لشرق الأردن، وبريطانيا تبقى حاضرة كرجال مراقبة في الأرض المقدسة، ونقسم الدول دي زي سويسرا، الدروز للدروز، العلويين للعلويين، وساحل المتوسط يبقى للكيان، بس بشرط أنا أبقى ملك مصر. تفتكروا وافقوا؟ أكيد لأ، والمشروع اترفض. بعدها بسنة قابل حكيم وايزمان في القاهرة وقال له إنه موافق على مشروع تقسيم فلسطين، بشرط طبعا بريطانيا تكون الضامن. وايزمان نقل الكلام ده للورد هاليفاكس، لكن مين وقف له؟ مايلز لامسون السفير البريطاني في مصر، كان شايف إن ده خطر على الاستقرار. وفي حادثة 4 فبراير سنة 1942 لما الإنجليز كانوا هيخلعوا الملك فاروق لو معينش مصطفى النحاس، الأمير محمد علي كان واقف مستني وجاهز، بس الملك رجع في كلامه. وفي ثورة 52 حاول برضه وراح يكلم الإنجليز تاني وطلب حمايتهم، وقال بيعوا أملاكي وبعتولي فلوسها وأنا ممكن أروح القناة وأعمل تمرد على مجلس قيادة الثورة. بس السفير البريطاني رد عليه وقال له كده هتولع وهتبقى حرب أهلية. ولما محاولته فشلت طلب يخرج من مصر تحت حماية بريطانية ومعاه 100,000 جنيه. الحكومة وافقت، بس علي ماهر استقال، فراح لمحمد نجيب وقدم له طلب رسمي وخرج فعلا وسافر وعاش في سويسرا، وكان بيحاول يفضل متابع اللي بيحصل في مصر من خلال سكرتيره يوسف طاهر اللي كان بيبعت له الأخبار في شنط دبلوماسية، لكن السفارة رفضت، ومات هناك سنة 1954 بعد عمر طويل من المحاولات من غير ما يحقق حلمه. اللي فضل منه قصره، قصر المنيل، اللي اتبنى على أمل إنه يكون مقر للحكم، وبقى النهاردة متحف. ودلوقتي أنا عندي لك سؤال، تفتكر الراجل ده لو كان حقق حلمه وبقى ملك على مصر كان هيبقى الوضع دلوقتي عامل ازاي؟ قول لي رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.